هل نسميه بنك البحرين الوطني أم بنك الغير وطني؟ يعني فقط لو واحد يشوف في كلام كثير عن تغييرات وكذا في البنك البحرين الوطني، بس لو واحد يشوف الانيوال ريبورت التقارير السنوية، هاي طبعا لأن بنك كل هاي موجود على النت، لو تشوفون من 2015 ل 2024، لأن 2025 لحد ما طلع ولكن من 2015 ل 2024 لو نطالع التقارير المالية، طبعا يشمل هذه صور أعضاء مجلس، وإحنا بحرينيين معروفين نحب نطلع صورنا وكذا، فأعضاء مجالس إدارة موجودة من ذاك الوقت لآخر يعني كل سنة. في نفس الوقت هاي المهم إن نشوف صور الإدارة التنفيذية العليا في البنك. فلو نطالع من 2015 لل 2024 نشوف تغيير كبير جدا من البحرينيين إلى غير البحرينيين بين 2015 و 2024. وهذا البنك طبعا صاحب القرار، وفي الأخير هم ممتلكات لأنهم يملكون الأغلبية وهم لهم القرار في الأمور هذه. فغريبة جدا أن ممتلكات الموجودة هناك شلون نشوف التغيير ان البحرينيين يقلون في الإدارة التنفيذية الكبرى العليا بين 2015 و 2024. حتى سمعنا يمكن ان شاء الله كلام ليس بصحيح ان الفاينانشال كنترولر ان دفعوا له مثل ما يقولون انتري بونس عشان يترك محل السابق ويدخل معاهم، وغير بحريني زين فوق 400,000 ما ادري والله دينار ولا دولار دفع له، عشان ليس ان انا ما اقول شيء غلط عن الشخص، انما ان حتى الامين المالي او المسؤول المالي في المؤسسه غير بحريني. واحنا صار لنا طبعا في البحرين فوق 30 سنه، عندنا بحرينيين ما شاء الله CPAs وتشارتد اكاونتنتس وكذا. انا مستغرب انه ليس هناك بحريني يملا المحلات هذه مثل الريسك مانجر ولا الفاينانشال كنترولر ولا الكومبلاينس اوفيسر. ففي اسئله كثيره عن موضوع التغيير، فان شاء الله نرجع نسميه البنك البحريني الوطني وليس البنك الغير وطني. وشكرا.